السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا رجالة في المحاضرة الثالثة من الميني كورس. في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الاختبارات التدريبية الفتنس اسسمنت وأهميتها عشان تعرف مستواك وتبدأ منين وتبدأ من النقطة الصح المناسبة ليك. النهاردة بقى هنتكلم عن حاجة حلوة جدا وحاجة أساسية جدا، وهي المصطلحات العلمية اللي لازم تبقى فاهمها قبل ما تفكر تبني أي برنامج تدريبي. ليه بقى؟ لأن البرامج مليانة مصطلحات، ولو مش فاهم معناها هتبقى ماشي ورا الجدول من غير ما تستوعب ايه اللي بيحصل. يعني مثلا ببساطة لو الدكتور اداك روشتة كتب لك أسماء أدوية وقال لك ده العلاج بتاعك، طيب انت هتاخد الروشتة وتروح الصيدلي هيديك العلب. طب بعد ما ادالك العلب هتستخدمها ازاي؟ مش عارف أصلا طريقة الاستخدام المناسبة أو طريقة الاستخدام الصحيحة. فالمصطلحات العلمية في البرامج التدريبية بتخليك تعرف ازاي تستخدم برنامج التدريبي ده صح. ومن الحاجات اللي يعتبر منتشرة عموما اللي هي الريبس او ريبيتيشن والسيتس والريست والانتنسيتي والفوليوم والفريكوينسي والبروجريشن والفاريشنز. دي يعني اشهر المصطلحات اللي في الغالب بتبقى موجودة في اغلب البرامج التدريبية. وتعالوا بقى مع بعض واحدة واحدة كده نعرف من الأول. يعني الريبس اللي هي التكرارات، تمام، اللي هو العدات، عشان لو حد برضو أو بيسموها ايه في التانية السيتس بيسموها جولات أو مجموعات، لكن الريبس هي العدات التكرارات، والسيتس المجموعات وهي الجولات. والعدات يعني عدد العدات، توتال عدد العدات هو بيكون المجموعة بتاعتنا. والريست هو وقت الراحة، والوقت ده اللي بتحدده بين المجموعات وبين التمرين والتمرين اللي بعده. والراحة طبعا جزء أساسي جدا من البرنامج، مش مجرد رفاهية أو مش انت بتريح عشان تتدلع يعني. والعضلة مش هتبرد عشان ما حدش يضحك عليك. والشدة عندنا أو الانتنسيتي، وببساطة هي قد ايه التمرين ده تقيل أو مجهد، وبنحددها بالوزن او بالمجهود اللي انت حاسس انت بذلته خلال المجموعة او التمرين. عندنا الفوليوم اللي هو الحجم التدريبي، وده بيكون حاصل ضرب المجموعات في العدات في الوزن، تمام. وليه ليه حسب برضه او ليه كالكوليتور تقدر تدخل فيها الحاجات دي، وهو بيديك فكرة اجمالية عن الحمل التدريبي اللي جسمك بيتعرض له. عندنا كمان الفريكوينسي، وهو التردد، اللي هو انت بتتمرن او بتمرن العضلة بتاعتك كام مرة واحدة في الاسبوع، كام مرة في الاسبوع. يعني بتتمرن بشكل دوري، اللي هو بتمرن مثلا عضلة الصدر مرة واحدة فقط في الاسبوع، ولا بتمرنها مرتين ولا 3 ولا اكتر. وطبعا ده بيختلف من شخص لاخر، وبيختلف من برنامج للتاني، وبيختلف من رياضة للتانية على حسب هدف كل واحد، تمام. وعندنا البروجريشن اللي هو التدرج او البروجريسيف اوفرلود، التدرج في الاحمال. ولكن البروجريشن معناه ان انت كل شويه بتزود في الحمل او في الشده تدريجيا عشان الجسم يفضل في تطور، لان ده اللي هيخليك اصلا يعني لما بيحصل لك ادابتيشن او تكيف في الاسبوع الاول والثاني، بتبدا خلاص ان انت تحس ان انت الاوزان بالنسبه لك بقت خفيفه والموضوع بقى اسهل والدنيا بقت بسيطه يعني. عندنا الفريشنز او الفريشن اللي هو التنويع، يعني ان انت تغير في التمرين او النظام علشان تتجنب الملل او تتجنب الزهق. لكن مفيش مشكلة ان انت تفضل ماشي على البرنامج التدريبي بتاعك لمدة 6 شهور او اكتر، طالما هو جايب نتيجة معاك وانت بتحقق المبادئ التانية، ان هي ان انت بتعمل تطور في الاحمال بتاعتك، وفي تطور في الحجم العضلي، وفي تطور في الاوزان بتاعتك، وهكذا. فالتنويع بيكون لمجرد ان انت مثلا ممكن تكون زهقان، مفيش اي مشكلة. تعالوا بقى مثلا نفهم اكتر بشكل عملي. لو قلنا في برنامج او عملنا يوم تدريبي لشخص يعني، والبرنامج ده هيلعب فيه رجلين، فهو مثلا مكتوب له سكوات، مكتوب له 4 سيتس او 4 سيتس، 4 مجموعات يعني، مكتوب له 8 ريبس او 8 عدات، اور مكتوب له مثلا 4 فيليرز، يعني مكتوب له عدد عدات الرينج، ولكن 4 فيلير يعني هو لو جاب 7 عدات مفيش مشكله، بس يبقى جايب 7 عدات وهو بيموت يعني. ومكتوب له مثلا الويت، بقول له ابدا الويت بناء على الاسسمنت اللي اتعمل له، وقايل له ابدا بوزن مثلا 70 كيلو جرام، فهو هيبقى عارف هو هيلعب كام مجموعه، هيلعب كام عده، هيلعب بوزن ايه. والراحه 1.5 دقيقة ما بين كل مجموعه. كده احنا فهمنا مثلا اليوم التدريبي بتاعه ده.
والشده هو مكتوب له شده بتكون في رينج مثلا 75% من اقصى وزن انت تقدر ترفعه، ممكن يبدا بال 75% دي اصلا. تمام كده بقى انا هبقى فاهم بالظبط ايه اللي بيحصل، بدل ما انا ببقى بقرا جدول ومش فاهم حاجه، او مش فاهم انا هلعب كام مجموعه كام عده وهكذا. الخلاصه يا رجاله، قبل ما تمشي على برنامج تدريبي لازم تبقى فاهم المصطلحات دي، لانها يعتبر الكومن او اللغه المشتركه ما بين المدربين واللاعبين، الكومن لانجوج، وهي المفتاح اللي هيخليك تبني برنامج تدريبي علمي صحيح. وممكن يكون في مصطلحات كتير بتسمعوها على السوشيال ميديا، مفيش مشكله، ولكن دي يعتبر اشهر حاجات عشان نسهل الموضوع على الناس يعني. ولو حابين تعرفوا اكتر طبعا عارفين ان اللينك موجود في الديسكريبشن بتاع الادفانسد بروجرام ديزاين كورس، ومستنيكم عشان تعرفوا اكتر عن الامثله المتقدمه في تصميم البرامج التدريبيه وطرق قياس دقيقه اكتر للحمل التدريبي، وده كله مشروح بالتفصيل في الكورس المتقدم. في المحاضرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن بعض الأنماط الحركية الأساسية وإزاي نستخدمها في بناء برنامج تدريبي موازن لكل جسم إن شاء الله.